الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله أن وفقنا للصيام، الحمد لله أن وفقنا للقيام، الحمد لله، ونرجو أن نكون كذلك أننا كنا بارين بآبائنا وأمهاتنا. أحمدك يا رب حمد الحامدين، وأشكرك إلهي شكر الشاكرين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا سيد الأنام سيدنا محمد الذي أرسله ربه ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وقد كان ملئت القلوب والعيون والآذان والأطراف وجميع الأعضاء رويت بحب الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك وتخلق بأخلاقك وسار على نهجك إلى يوم الدين. وبعد، أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مظاهر السعادة والفرح والبهجة لا بد أن تكون ظاهرة عليك، ولو كانت عندك هموم كالجبال تغلب عليها في هذا اليوم العظيم وهذه الشعيرة الكبيرة التي ما تركها حبيبك محمد صدق الله العظيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله، قالوا اللي عظم شعائر الله ايه؟ فإنه ايه؟ من تقوى القلوب. يبقى من تقوى القلب أن تعظم شعائر الله، أن تحترم وتوقر وتعطي شعائر الله حقها كما يحب أن يراك رب العالمين في شعائر الله. الأعياد أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الكلام فيها كثير وكثير ويطول ويطول، ولكن والله يعلم الله ما جئت في هذا المكان وهو خاص بالعلماء العارفين العاملين من أهل العلم تارة، وأهل الأزهر تارة، وأهل الأوقاف تارة، إنما جئنا لنقيم شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. فاللهم يا رب اجعل هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم يا رب العالمين. أحباب الحبيب، في هذا العام في قريتنا قرية عواجة ترى وتنظر وتسمع شيئا جديدا ملموسا ما بين حافظ للقرآن، ما بين حافظة للقرآن، ما بين متعلمة لأحاديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اعلم أن وراء حافظ القرآن معلم مخلص نظر حياته لله ونظر عمره لطاعة الله. فالله
محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم وعمل ايه وعلمه. فرأينا نهضة كبيرة عاما بعد عام تزداد. هذه النهضة متى بدأت النهضة في عواجة؟ بدأت والبيوت في الطوب اللبن. بدأت حينما كانت مدرسة عواجة بالطوب اللبن، وكان المدرسين يأتون من كل صوب وحدث على الأقدام تارة، وعلى لمؤاخذة الدابة تارة أخرى، حتى يعلموا أبناءنا ويغرس فيهم الغرس. ومن قبل من كان جدنا المنسفيسي رحمة الله عليه ورضوان الله عليه، الذي أسس للعلم وللقرآن، وكان من بعده الشيخ علي رضي الله عنه. كلكم تعرفون سيدنا الشيخ علي، وبعد ذلك جاء دور سيدنا الشيخ محمد عبد العزيز رضوان الله عليه، ثم جاء دور سيدنا وشيخنا رحمة الله عليه الشيخ السيد يوسف علي رضوان الله عليه، الذي كان يقول عنه جدي رضوان الله عليهم: روح الكسارة يا ابني. اللي حفظوا اي كلام يقول له روح الكسارة اتعلم عند الشيخ يوسف. هؤلاء المدرسين الموجودين الان هم مثال مشايخنا رضوان الله عليهم، فداوموا على ذلك، داوموا على ذلك. علموا أبناءكم القرآن، ولا تعلموهم القرآن فقط، إنما علموهم جميع العلوم، علموهم الخير أولا، ازرعوا فيهم الحب، ازرعوا فيهم أن العلم بالعلم ترفع الرؤوس وترفع الأمجاد. اغرسوا في أولادكم حب المعلم حتى يكون طالبا أو يكون إمام أو يكون واعظ أو يكون مهندس أو يكون صيدلي أو يكون دكتور أو يكون عنصرا نافعا في المجتمع. بهذا أوصى حبيبنا محمد، بل بهذا نزل القرآن على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. قلت لكم ما جئت واعظا ولا جئت معلما، جئنا لنفرح بفرح الله ولنفرح بسنة رسول الله. فاللهم يا رب دائما نلتقي على طاعة الله وعلى سنة نبينا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. توبوا إلى الله يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا سيد الأنام سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك وتخلق بأخلاقك وسار على نهجك إلى يوم الدين. وبعد، فلا بد لكل من تعلم، لا بد له من معلم أثر في حياته، في معلم أثر في حياته. مثلا في المدرسة، أنا عاوز كل
كل واحد يفتكر كده في حياته من المعلم الذي لا ينساه. أنا كشخصي لا أنسى قدر ولا قيمة ولا احترام المعلم، وأعتبره في مدرسة عواجة المعلم الأول الأستاذ عطا رحمة الله عليه. هذا الرجل كانت له بصمة حتى بعد ما تخرجنا، وأصبح لنا شأن في البلد، أصبح الإنسان منا المدرس الإمام. كان حينما يرانا والله كان ينحني وكنا نخجل، وكنت أشعر من الداخل برجفة، لكنها ليست رجفة غضب ولا خوف، إنما هي رجفة أب يخاف على أولاده. فكن أنت كذلك أيها المدرس المخلص المعلم المحفظ للقرآن، كن ذا بصمة حتى لا ينساك من علمته. من علمته لا ينساك. الله أسأل ولعلها تكون ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وجنبنا اتباعه. اللهم ارزقنا الأمن في البلد، اللهم ارزقنا الأمن في البلد والإصلاح في الولد والإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا فرجته، ولا إلا شفيته. اللهم يا رب سألناك ما سألنا غيره، أن تكون قد تقبلت منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولعامة الناس أجمعين. صل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد. كل عام أنتم بخير. يا عمورة سلام عليكم. عشان تطلع